قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. حدثنا محمد ابن سنان قال حدثنا فليح وحدثني إبراهيم ابن المنذر قال حدثنا محمد ابن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. هذا الحديث رواه الإمام البخاري أيضا في موضع آخر من صحيحه في كتاب الرقاق، لكنه أورده مختصرا، وأورده من طريق محمد ابن سنان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، محمد بن سنان بهذا الإسناد يعني الذي ذكره في هذا الموضع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وكذلك روى هذا الحديث من أئمة الحديث الإمام أحمد رحمه الله قال: حدثنا يونس وسريج قال حدثنا فليح بهذا الإسناد الذي أورده البخاري في صحيح. يونس هذا هو ابن محمد المؤدب، وسريج هو ابن النعمان، وأخرجه الحسن بن سفيان في مسنده قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يونس ابن محمد قال حدثنا فليح، وساق الحديث بهذا الإسناد. وأخرجه أيضا الإمام البيهقي في سننه الكبير في باب في كتاب آداب القاضي من طريق أحمد بن علي الخزاز قال حدثنا سريج ابن النعمان قال حدثنا فليح، وساق هذا الإسناد. وأخيرا رواه ابن حبان رحمه الله في صحيحه من طريق محمد ابن المثنى، وهو أحد مشايخ الستة، قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا فليح ابن سليمان بهذا الإسناد الذي أورده البخاري في صحيحه. إذن الرواه عن فليح ابن سليمان ابنه محمد بن فليح ومحمد بن سنان عند البخاري، ويونس ابن محمد وسريج بن النعمان عند أحمد، وعثمان بن عمر عند ابن حبان. بعد 5 يروون هذا الحديث عن فليح بن سليمان عن هلال ابن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي ألفاظ: إذا وسد الأمر إلى غير أهله، وإذا أسند الأمر، كما في رواية محمد بن سنان أيضا في رواية سريج بن النعمان: إذا أسند الأمر إلى غير أهله. وفي مسند الإمام أحمد: إذا توسد الأمر غير أهله فانتظر الساعة. وطبعا هذه الألفاظ لها دلالات سنقف عليها بعد إن شاء الله. كنا في الدرس الماضي ذكرنا أن الإمام البخاري رحمه الله
ذكر عقد هذا الباب كمثال لأدب الطالب ولما ينبغي أن يكون عليه الشيخ. وذكرنا نتفا في المرة الماضية من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم والتي ينبغي أن يتحلى بها الشيخ. وسنكمل بقية الآداب إن شاء الله عندما نأتي على حديث ابن عمر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشجرة التي هي كالمؤمن ولا يسقط ورقها، عرضها في هذا الحديث جملة وفيرة من الآداب. لكن سنقف الآن على بعض الفوائد الإسنادية في هذا الحديث. الإمام البخاري روى هذا الحديث من طريقين له عن فليح بن سليمان، طريق عالي وطريق نازل. أشرف أنواع العلو الذي كان يحرص عليه المحدثون هو تقليل عدد الوسائط بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام هو المصباح، كل ما تقترب من ضوء المصباح كل ما يكون أشرف لك. فلذلك كان المحدثون يحرصون على الأسانيد العالية ويبذلون حر المال في سبيل تحصيل هذه الأسانيد. سئل يحيى ابن معين أبو زكريا إمام الجرح والتعديل رحمه الله وهو في مرض موته، قيل له ما تشتهي؟ قال بيت خالي وإسناد عالي. بيت خالي وإسناد عالي. وكانوا كما قلت يحرصون على هذا النوع من العلو، تقليل الوسائط بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام. وأحد الأسباب الحاملة للمدلس أن يدلس إحراز هذا العلو، لا سيما في تدليس الإسناد. أسانيد كيف كان العلماء يهتمون بالإسناد ولا يقبلون من المتحدث حديثا إلا إذا أسنده. ويا ليتنا نراعي مثل هذا، إذن لسكت من لا يعلم. كثير من الناس يتكلمون بالجزاف، ولأنهم تعودوا أن الجماهير لا يسألونهم فإنهم يتكلمون، حتى إن بعض الناس الخطباء أو المحاضرين يأتي فيتكلم بكلام أي كلام، يعني ما حضر درسه ولا تعب. وينبغي للمحاضر أن يحترم عقول الجالسين، أن يتعب، وينبغي عليه أن يعتقد أن في الجلوس من هم أفهم منه. وليس معنى أنه تصدر وجلس على كرسي الوعظ أو كرسي التدريس أنه أفضل من كل الجلوس، لا، هذا غضن لحق الآخرين وغمط لحق نفسه، يعني ما ينبغي له أن يجهل قدر نفسه. فلو أن كل متكلم يعلم أن الجماهير لا تقبل منه الكلام على علاته إذن لبحث في أسانيده، كما كان السلف الأوائل. سمع محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمه الله إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة سمعه يحدث بأحاديث ليس لها أسانيد. قال ما هذا يا ابن أبي فروة تحدثنا بأحاديث لا خطم لها ولا أذمة؟ يعني أنت لو معاك فرس جانح وليس له لجام تحكمه؟ ولا بعير ليس له لجام تحكمه؟ لا تستطيع. كذلك الإسناد بالنسبة للكلام مثل الخطام بالنسبة للبعير. ولأجل هذا، لأن الإسناد كان له يعني في النفوس وقع، كان كثير من الناس يستخدم الإسناد حتى لو يخترع، لكنه كان يعلم أن الإسناد له قيمة في نفس محدثه. الخطيب البغدادي رحمه الله روى في كتاب التطفيل، وهو كتاب عن أخبار المتطفلين، يعني حكاية لطيفة جدا عن نصر بن علي الجهضمي أبو عمرو، وهو أحد أئمة الحديث واللغة.
قال أبو عمرو: كان لي جار طفيلي من أحسن الناس منظرا وأجملهم ملبسا وأعذبهم منطقا، وما من وليمة أذهب إليها إلا يتبعني فيكرمه الناس لأجلي، يظنون أنه معي. فهذا الأمر غاض نصر بن علي. قال: فقلت في نفسي يوما: